نبقى دائما في الشأن الثقافي، حيث تجسد الصناعة الصناعة التقليدية في الجزائر توازنا بين الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز التنمية الاقتصادية في ظل جهود الدعم والمرافقة الموجهة للحرفيين. ومع التوجه المتزايد نحو الرقمنة يتجه القطاع نحو آفاق جديدة تساهم في توسع انتشاره وتعزيز مكانته في الاقتصاد الوطني. المزيد من التفاصيل مع الزميل رياض عمور. في مشهد يعكس تمسك الجزائريين بتراثهم، تتواصل الجهود لدعم قطاع الصناعة التقليدية الذي يعد ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الثقافية ومصدرا مهما لخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني. تمنح اليوم تسهيلات للحرفيين تساعدهم على إطلاق مشاريعهم مع مرافقة خاصة للمؤسسات الناشئة في هذا المجال. بالموازاة مع ذلك يشهد القطاع توجها متزايدا نحو الرقمنة، حيث أصبح التسويق الإلكتروني وسيلة فعالة للوصول إلى الزبائن داخل وخارج الوطن، فيما تبدو الرقمنة فرصة حقيقية لإعادة الصناعة التقليدية وإدماجها بشكل أقوى في الاقتصاد الوطني عبر خلق قيمة مضافة وتوسيع دائرة الترويج وربط الماضي العريق بمستقبل رقمي واعد. يبدو مستقبل الصناعة التقليدية في ظل الرقمنة واعدا ومتحولا، فتعد الرقمنة أداة حيوية للتحديث والتسويق وضمان استمرارية الحرف التقليدية. إن التحول الرقمي يسمح بدمج الحرف اليدوية في الاقتصاد الحديث، حيث أن الرقمنة تساهم في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للحرف والتعريف بها وكذا التعاونيات، مما يستعمل في إضافة القطاع وتوثيق الحرف الآيلة للزوال. الصناعة التقليدية في الجزائر تواصل صمودها بين جهود الدعم الرسمية وإصرار الحرفيين في انتظار خطوات إضافية تضمن استمرارية هذا الموروث الثقافي وتعزز مكانته اقتصاديا ودوليا، حيث زار رئيس